يتجدد الحديث خلال عطلة عيد الأضحى من كل سنة حول الإقبال الكثيف الذي تشهده محطات النقل الطرقي من طرف المسافرين الراغبين في قضاء العطلة مع عائلتهم. وكلما ارتفع الطلب يشتكي المسافرون الاكتظاظ والفوضى التي تشهدها هذه المحطات، والتي يستغلها بعض مهني النقل لرفع أسعار التذاكر بشكل كبير، حيث أن الزيادة تفوق 100% نحو بعض الوجهات، مطالبين بوضع حد لهذه الممارسات التي تتكرر خلال جميع العطل. هذا وقال أبو عز الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إن مشاهد الاكتظاظ والفوضى بالمحطات الطرقية تتكرر خلال جميع العطل، خصوصا تلك المتعلقة بالأعياد الدينية، حيث يستغل بعض مهني النقل الطرقي الفرصة لفرض زيادات غير مبررة في أسعار التذاكر مع اعتماد سلوكيات احتيالية في بعض الأحيان.